اوعى ابدا تجيب كائن تربيه من مكان مهجور، لان وقتها اللي هيحصل لك انت نفسك مش هتقدر تستحمله. ابطالي وبطلاتي، هلا والله، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قصة النهاردة بتتكلم عن الجن المتشكل، فمستعدين لجرعة الرعب دي؟ تمام يعني؟ طب يلا نبدأ. صاحب القصة بيحكي وبيقول: أنا رضا من محافظة الغربية، وتحديدا من المحلة الكبرى، وقصتي حصلت معايا من شهرين بس، لما في يوم من الأيام وتحديدا كان يوم جمعة خدت بعضي ورحت سوق عندنا علشان أشتري كلب. أنا بطبعي بحب الكلاب جدا، وفضلت أزن على دماغ أهلي علشان يوافقوا إن أجيب كلب، ولما وافقوا رحت علشان أشتري واحد. فضلت ماشي في السوق وبقيت أقابل أنواع كلاب كتير، ولكن ما كانش فيهم حاجة شداني ليها. كلهم كانوا كلاب كبيرة وشكلهم شرس، فأنا لسه في بدايتي وعايز حاجة صغيرة كده علشان أربيها. فضلت أدور في السوق كله، ولكن ما لقيتش كلب صغير واحد. حسيت وقتها بالإحباط ومشيت، وقلت على الأسبوع الجاي أجي بدري شوية يمكن ألاقي حاجة. وأنا ماشي في الطريق لبيتي على رجلي سمعت صوت، كان صوت كلب صغير عمال ينبح. أنا سامع صوته ولكني مش شايفه، ففضلت ماشي على الصوت شوية لحد ما لقيتني واقف قدام باب مصنع. المصنع ده مقفول ومهجور بقاله زمن، وساعتها وانا واقف قدامه سمعت الكلب عمال ينبح. فنزلت على ركبتي كده وبصيت من جزء في الباب كان مكسور. وقتها لقيت كلب اسود صغير عمال يبص لي ويلعب ديله، وكان رغم لونه الاسود اللي المفروض مش حلو الا انه كان شكله يدخل القلب بشكل غريب. فمديت ايدي من الجزء المكسور من الباب ده وشديته، والكلب جه معايا على طول وكأنه كان عايز كده. فمسكته وفضلت ابص له وقلت له: يلا هاخدك انت على البيت، حظك حلو. وبالفعل شلته وروحت بيه على البيت وانا مبسوط. ومن اللحظة دي حياتي اتبدلت تماما. في البداية بدأت اهتم بالكلب ده جدا، بهتم بيه اكتر من اي حد واكتر حتى من نفسي. وما كنتش بذاكر ولا باكل، المناب بتاعي كنت كل مرة اسيبه للكلب. ولكن في الفترة دي وبشكل غير مبرر بدأ يحصل مشاكل كتير في البيت. ابويا وامي بيتخانقوا على اتفه الاسباب، ولكن ده ما يمنعش ان كان في حاجات غريبة فعلا بتحصل، زي مثلا ان في حاجات بتختفي من البيت، والحاجات دي كانت بتبقى فلوس وذهب. ابويا ما كانش بيلاقي الفلوس اللي عاينها وكان بيتهم امي، وامي ما كانتش بتلاقي الذهب وكانت بتتهم ابويا. فحال البيت كان متكهرب جدا، وانا كمان كنت كل يوم بقوم من نومي على كابوس مرعب، وكنت بحلم دايما ان في كائن اسود ضخم بيجري ورايا، وفي نهاية الحلم كان بيفضل يخنقني. وقتها كنت بقوم من النوم غرقان في العرق ومرعوب، ولما بقوم كنت بلاقي الكلب وقتها نايم عليا، وما كنتش ابدا بربط الاحداث ببعضها. لحد ما في ليله وانا نايم بالليل حصل شيء مرعب. انا قلقت من نومي على الساعه 3 بالليل كده علشان ادخل الحمام، ووقتها وانا طالع من الاوضه لمحت حد عدى من قدام الباب. ففضلت اقول مين اللي بره، لو حد داخل الحمام يستنى لان عايز ادخل. وقتها ما حدش رد عليا، فتحت الباب وطلعت. ببص ما لقيتش حد، ببص في الارض لقيت الكلب كان واقف قدام الباب وبيبص لي. فطبطبت عليه وطلعت اشوف مين اللي كان معدي ده. بصيت في الصاله كلها ما لقيتش حد. رحت على الحمام وخبطت وبرضه ما لقيتش حد. رجعت على اوضه ابويا وامي لقيتهم الاتنين نايمين. فوقفت وقتها مع نفسي حوالي دقيقه متسمر ومش قادر اجمع اللي حصل. ووقتها عيني جات على الكلب، فلقيته باصص لي ورافع ودانه. وبصيته المره دي كان فيها حاجه غريبه، مش عارف ليه حسيته كده المره دي مستعد ان هو يهجم عليا. فقلت له: تايجر في ايه؟ لقيته وقتها رجع يهز ديله وجه يتمسح فيا. فاطمنت شويه وسبته ودخلت الحمام. وقتها وانا جوه كنت عمال افكر في اللي حصل، وبدات وقتها اشك في الكلب، وكنت حاسس انه مش طبيعي وفي حاجه غريبه. فخلصت ودخلت على الاوضه، وكالعاده لقيته دخل ورايا علشان ينام في حضني زي ما متعود. فوقتها قررت اني مش هنام وهغمض عيني شويه وكاني نمت علشان اشوف شكي ده صح ولا غلط. وبالفعل عملت كده. فضلت مغمض عيني وانا مواربها شويه، والكلب نايم على كتفي ما بيتحركش ابدا. وفضلت على كده قرب الساعه لحد ما خلاص ما كنتش قادر، والنوم بدأ يغلب عليا جدا. عيني بدأت تقفل وانا بحاول افتحها بصعوبه، ولسه خلاص هستسلم وانام، فجأة لقيت الكلب بيقوم من على ايدي. وقتها النوم راح من عيني في ثانيه، وبصيت على الكلب وهو طالع من الاوضه عندي كنت هصرخ من الرعب. الكلب الصغير وهو واقف على باب الاوضه اتبدل
وبقى كائن ضخم، كان نفس الكائن اللي كنت بشوفه في الحلم، كائن بجسم انسان ولكن حجمه اكبر بكتير ولونه اسود جدا بنفس درجة سواد الكلب. وخرج من اوضتي ودخل على اوضة اهلي وهم نايمين، فانا بقيت مرعوب ومش عارف اعمل ايه. اقوم اشوفه بيعمل ايه في اوضة اهلي ولا اسيبه بدل ما ياخد باله مني ويأذيني؟ ولكني اخترت الحل الاصعب وقررت ان اقوم وراه واشوفه بيعمل ايه في اوضه اهلي. ومشيت وراه وانا مرعوب وكل خوفي ان ادوس على حاجه او اخبط في حاجه تعمل صوت، لان وقتها ما كنتش عارف ايه اللي ممكن يحصل. ولكن بعد شويه عرفت لما راقبته وهو في اوضه اهلي، لقيته بيفتح علبه الذهب بتاعه امي ومد ايده وخد منها غويشه وفتح الدولاب وخد فلوس من اللي بيبقى سايبها والدي في البيت. وقتها لما شفته بيعمل كده حاولت ارجع تاني مكاني لان عرفت مين اللي كان بيعمل كده، وكنت خايف انه يخرج ويلاقيني. ووقتها وانا ماشي ايدي خبطت في لعبه كانت محطوطه على الترابيزه، وقتها انا برقت وانا مرعوب. وفي نفس اللحظه مسافه ما رمشت بعيني لقيت الكائن ده واقف في وشي، بينه وبيني ما يكملش مسافة الصباع ده، ويا ساتر على عينه وشكلها من قريب. عينه كانت حمرة جدا ووشه مجحد كأنه راجل عجوز، وآسف على الكلمة بقه كان مريل عامل زي الكلب. فوقتها من الرعب صرخت، أنا صرخت من هنا ومش عارف ايه اللي حصل. أنا حسيت إن بقي بيتعوج ودماغي بتنمل والدنيا بدأت تضلم، وفجأة اسودت تماما. وبعد شوية حسيت ان دماغي عمالة تتهز، ففتحت عيني لقيتني وقتها نايم على الارض واهلي عمالين يهزوني علشان اصحى. فبصيت لهم كده وبرقت وافتكرت كل اللي حصل وقتها، فقمت بسرعة علشان اعرفهم. ولكن انا عايز اقولك ان انا اديت الامر لجسمي علشان اقوم، ولكن جسمي ما سمعش الكلام. حاولت مرة واتنين اقوم ولكني ما قدرتش، فحاولت اكلمهم واقول لهم ان انا مش قادر اقوم، لقيتني حتى مش قادر اتكلم. فمن الصدمه وقتها اغمى عليا تاني، ولما فقت فتحت عيني لقيتني في المستشفى. وكنت سامع الدكاتره وهما بيقولوا لوالدي انهم عمرهم ما عدى عليهم حاله زي كده. طبيا انا ما عنديش اي حاجه تسبب لي الشلل، ولكن اللي حاصل اني مشلول بالفعل، وان الدكاتره مش هتقدر تعمل لي حاجه. فاهلي وقتها خدوني على البيت وروحوا، والبيت كان حالته اصعب من الاول. امي وابويا عمالين يعيطوا عليا، والكلب قاعد على السرير جنبهم وعمال يبص لي. فعرفت وقتها ان هو اللي عمل كده فيا، وكنت عايز احكي لاهلي ولكني ما قدرتش. ولكن والدي برضو عمل حاجة جميلة جدا. والدي كان عارف ان القرآن الكريم فيه شفاء للناس، وياما ناس اتعالجت بس ببركة القرآن. فقام وجاب المصحف علشان يقرأ لي منه بنية ان ربنا يشفيني، ولسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الكلب نزل بسرعة من على السرير وطلع يجري من الأوضة. فوالدي لاحظ الموضوع ده وفضل يبص على الكلب، وبدأ يحس إن في حاجة ما هياش طبيعية، وبدأ هو يربط الأحداث في دماغه. إمتى بدأ يحصل مشاكل بينه وبين أمي، وإمتى بدأت الحاجات تختفي من البيت ويجيلي كوابيس، وآخرهم طبعا اللي حاصل معايا ده. فكانت المحصلة إن من أول ما الكلب ده دخل البيت كل ده بدأ يحصل. فقفل والدي وقتها المصحف وطلع وقف في البلكونة. وقتها لما عمل كده الكلب رجع وقعد على السرير، وبعد شوية أبويا دخل وقعد جنبي هو وأمي يطبطبوا عليا ويدعوا لي إن ربنا يشفيني. وبعد حوالي ساعة كده باب الشقة عندنا بدأ يخبط. أمي رايحة تفتح كالعادة، والدي قال لها لأ خليكي، وقام هو وراح يفتح. وبعد ما فتح لقيته داخل علينا الأوضة ومعاه واحد صاحبه ومعاه شيخ. الكلب أول ما شافه ما بقاش هادي وبقى عدائي جدا، وحاول وقتها انه يهجم على الشيخ. ولكن وقتها الشيخ مسكه وقرأ عليه قرآن، وفي لحظتها الكلب نام. وبدأت احس انا وقتها احساس غريب، دماغي نملت والدنيا ضلمت، والباقي بدأ يتحكى لي. اهلي بيقولوا لي ان وقتها الجن ساب الكلب ولبسك انت، وساعتها قمت من مكاني وفضلت اضرب فيهم. ولكن الشيخ كتفني هو وابويا وبدأ يقرأ عليا قرآن. وقتها الجن سابك وهرب من المكان كله، وبدأت تظهر وقتها على السرير الحاجات اللي كانت مختفية، الذهب والفلوس وكل حاجة. فالشيخ ابتسم وقال اللعين كان بيتقرب للملعون. فسأل والدي يعني ايه الكلام ده؟ قال له الشيخ الجن ده كان بيحاول يوقع بينك وبين زوجتك علشان يتقرب لإبليس. ما هو دي أكتر حاجة بتخليه مقرب ليه، التفريق بين الأزواج. وبالنسبة لابنك فلازم يحصن نفسه بالقرآن على طول، لأن الجن هيحاول يرجع له مرة تانية. ولو سبته الكلب ده اللي كان متلبسه هيسهل على الجن أكتر إنه يرجع البيت. وقتها والدي خد الكلب ووداه مكانه للمصنع المهجور. وانا من وقتها ومن اللي حصل فيا
كرهت اصلا تربية الكلاب وحمدت ربنا اني بقيت كويس. ولحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز او ملك الليل وبس كده.